انا دعيت ربنا كل اللي يشوف الفيديو ده ان شاء الله يكون من الفائزين بليله القدر، وان شاء الله دعائي مستجاب. بس احنا عملنا كده جدول كده بسيط على هيئه ازازه الدواء دي، الورقه دي فيها 10 حاجات هنعملها وان شاء الله من الفائزين اكيد يعني. اول حاجه هنشير الفيديو عشان كل اللي يشوفه هيكون في ميزان حسناتكم وميزان حسناتي، ولينا الاجر كل حاجه هيعملها في الفيديو ده. تاني حاجه اول ما نصحى من النوم هنقول الحمد لله وكده حمدنا ربنا 84 سنه. تالت حاجة هنحتسب أجر، وناخد النية في احتساب أجر أي حاجة هنعملها طول اليوم لوجه الله. فخلاص كده عايزه اقول لكم اي حاجه هتعملوها طبعا مهما كانت كبيره خلاص انتم محتسبين النيه فيها. طب مهما كانت صغيره اقل حاجه بتعملوها يعني حتى مش بارادتنا اللي هو النفس، طب لوجه الله فتخيلوا بقى احنا هناخد ثواب قد ايه في احتساب النيه. رابع حاجة هنكون على لساننا على طول ذكر اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنه. هنقوله طول ما احنا ماشيين في مواصلاتنا، قاعدين، رايحين شغلنا، رايحين درسنا، بشتغل في البيت، على طول نقول الذكر ده على لساننا وهنصادف ان شاء الله ليلة القدر. هيبقى يعني 84 سنة ذكر اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنه. خامس حاجة صلة الرحم. ويا سلام لو صله الرحم دي الناس قطعتنا، يعني احنا ما عملناش حاجه بس هم قطعونا. بصوا بمكالمه، بالزياره، اللي انتوا عايزين تعملوه بكلمه طيبه لصله الرحم. وانتوا عارفين ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل اذا قطعت رحمه وصلها. طيب سادس حاجه هتكون ايه؟ هتكون الصدقه. شوفوا انتوا عايزين تتصدقوا في ايه خلال ال10 ايام دول. كل يوم طلعوا صدقه لو بجنيه، والله العظيم لو بجنيه والله تتقبل ان شاء الله 84 سنه صدقه ولو بجنيه. طيب انا معيش فلوس خالص اطلع الصدقه، ودي يعني اصعب الاحتمالات. هتبسم في وجه اخيك صدقه. انت هتكوني مثلا بتشتري حاجه وتكوني لطيفه في التعامل، ما بتتفصليش كتير، صدقه. الكلمه الطيبه صدقه. تصدقوا باي حاجه مش لازم بفلوس، بس طلعوا صدقه عن نفسكم في اي حاجه. قابلتي جارتك شلتي منها كيسه، صدقه. صدقه على صحتك، يعني اي حاجه تعملوها صدقه. سادس حاجه، لا سابع حاجه بقى، هنصلي. الصلاه يعني الصلاه على اوقاتها، ودي احب الاعمال الى الله، الصلاه على اوقاتها. هنصلي صلاه على اوقاتها وهنصلي السنن. تمام يا جماعه؟ نسيب كل اللي في ايدينا، مسلسل، موبايل، هنسيب كل حاجه. حضرتك هتكون جاهز بالوضوء وحضرتك هتكوني جاهزه بالاذلال بتاعك. تامن حاجه قراءه القران. هنخلي لينا ورد قراني يومي. طب صفحه صفحه، طب سطر سطر. طب مش قادرين نقرا قران، هقول لكم على سر بقى. هنقول سوره الاخلاص 3 مرات، لان هي المره